بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الزعيم مصطفى كامل. ولد الزعيم مصطفى كامل في 14 أغسطس 1874 ميلاديا بحي الصليبة بالقاهرة، وهو زعيم سياسي تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة والدة عباس الأول، وتلقى تعليمه الثانوي بالمدرسة التجهيزية أو الخديوية. وفي سنة 1891 ميلاديا نال شهادة البكالوريا، والتحق بمدرسة الحقوق الخديوية، ثم انتقل منها إلى مدرسة الحقوق الفرنسية. وفي نوفمبر سنة 1894 ميلاديا حصل على شهادة الحقوق من كلية تولوز بفرنسا. وعندما عاد إلى مصر راح ينشر مقالاته في الصحف يدعو إلى محاربة اليأس الذي كان مستوليا على نفوس الناس، ويقول لهم: لا معنى لليأس مع الحياة، ولا معنى للحياة مع اليأس، ويدعوهم إلى الالتفاف حول راية الجهاد ومطالبة المستعمر بجلاء قواته في مصر. ومنذ سنة 1896 ميلاديا بدأ الشعب ينظر إليه كزعيم وطني، وأنشأ في سنة 1900 ميلاديا جريدة اللواء بث فيها في نفوس الناس روح الوطنية الصادقة، كما أنشأ اللواء الفرنسية واللواء الإنجليزية، إلى أن وقعت حادثة دونشواي. ودونشواي بلدة صغيرة في محافظة المنوفية، حضر إليها 5 من الضباط الإنجليز ليصطادوا الحمام، فأصاب رصاص بنادقهم الأهالي، فصاروا وهجموا على الضباط الإنجليز، فأصابوا بعضهم ومات أحدهم بضربة شمس. فصار اللورد كرومر وعقد محكمة قضت بإعدام 4 من الأهالي وجلد 8 وحبسهم. وبلغت أنباء المحاكمة مصطفى كامل وهو في باريس، فشن على الاحتلال حربا دروزا، وكتب في جريدة الفيجارو الفرنسية مقالة وجهها إلى الأمة الإنجليزية والعالم المتمردين، ندد فيها بجرائم الاستعمار. وكان للمقالة صدى واسع في الرأي العام الأوروبي، زعزع مركز اللورد كرومر في مصر وانجلترا. وفي سنة 1907 ميلاديا أنشأ مصطفى كامل الحزب الوطني، واختير رئيسا له، فبذل في سبيل الدفاع عن قضية مصر من الجهد ما أثر على صحته، فمات في ريعان شبابه. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.